هذه هي الفنانة جيهان ربيع فاضل التي امتزج فنها بتراب الأرض الطيبة وارتوى بنيلها العظيم، حيث حملت جيناتها مقومات الإبداع، وفي طيات فرشتها الجمال، وكذلك رسم الابتسامة على وجوه كل متذوقي الفنون. فكان مشوارها عبور بين محطات الإنجازات على مدى 30 عاماً، فهي عضو الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون. عندما تمتزج الألوان بين عتمة الظلال ونقاء الأنوار، وتطيب الكلمات بين غروب وإشراق، وتتشكل أصابع البيانو بين أسود وأبيض، وتتدفق المشاعر بين أحزان وأفراح، ليعزفوا جميعا لحن الحياة. وحينما تتولد الأفكار والمشاعر بين الألوان والكلمات والأنامل الذهبية، فيكون الابتكار ليكون مزيج من الأشعار واللوحات المعبرة. مع بداية العام الجديد إن شاء الله يكون عام سعيد علينا جميعا. أحب أرسل برقيات تهنئة على الطاير من سندباد الطاير غريب الشعراوي إلى كل من دار الأوبرا المصرية، ذلك الصرح الأدبي الثقافي الفن العظيم. شكرا لكم أنكم بتجمعونا تحت هذا السقف الجميل. الفنانة الرائعة جيهان ربيع، فنانة الشعب قصارة الشرق، لها مني كل التحية على هذا المعرض الطيب الجميل. موناليزا من سحرها لابسة حجاب الدين، البسمة لون فجرها، ونجوم كتير شاهدين إن الجمال بحرها، والحسن همس رزين، والعفة تاج مهرها، وإن الخجل في العين. موناليزا بالألوان تشوف جمال الطيف، ترسم رتوش إنسان رغم الأسى والزيف. عصرية بنت ربيع زي الزهور في الريف، أميرة تاجها بديع في منصة التشريف. يا ملونين الليل بالريشة والفرشاه، الفن همسه عليل علوحة يا محلاه. مصرية من أطفيح في الجيزة عنوانها، واقفة في وش الريح وسلاحها ألوانها، وإيمان برب كريم، وإيمان بحب الناس، وبصورة التحريم، وبقلب فيه إحساس. فلاحة من طرخان في كل بيت مصري، فواحة في البستان، والفن كان عصري. عتمة الظلال ونقاء الأنوار بتداخل الألوان، وتطيب الكلمات بين غروب وإشراق، وتتشكل أصابع البيانو بين أسود وأبيض، وتتدفق المشاعر بكل أحزان وأفراح، ليعزفوا جميعا لحنا للحياة. وحينما تتولد الأفكار
والمشاعر فيكون الابتكار بين الألوان والكلمات والأنامل الذهبية لتكون مزيجا من لوحات معبرة عن نقاء الريف وطبيعته، عن رسم الابتسامة على وجه البسطاء، فإنها تكون هي جيهان ربيع فاضل التي امتزج فنها بتراب الأرض الطيبة وارتوى بنيلها العظيم، ففي فطيات فرشتها الجمال، وفي جيناتها مقومات الإبداع، فكان مشوارها عبور بين محطات الإنجازات على مدى أعوام وأعوام، فهي المستشارة الإدارية المعتمدة من المركز الدراسات الاستراتيجية، وهي عميدة أكاديمية ريشة، وهي الحاصلة على المركز الأول في مسابقة المبدعين العرب. إنها بنت الريف وحفيدة الفراعنة، الفنانة جيهان ربيع فاضل. أنا الشاعر والفنان محمد عبد المنعم محمود، عضو مجلس إدارة جمعية محب الموسيقار فريد الأطرش. بعمل حاجة اسمها الرسم بالكلمات والأشعار للوحات اللي هي بتشدني. فبصراحة الأستاذة جيهان ربيع عملت بيئة ريفية جميلة جدا جدا بتفكرنا فعلا بالريف، ولوحة اللوح كلها صادقة 100%. ده اللي خلاني بكتب مربع عن كل لوحة هي بتقول ايه. فعلى سبيل المثال مثلا لو قلنا مثلا على اللوحة دي: أنا والمكنة عشنا أحباب، ياما خيطنا كتير أتواب، مصدر رزقي وأكلك عيالي، بنلبس عواجيز وشباب. لو جينا مثلا للوحة دي الشاي بتاعنا ملوش مثيل، دي حقيقة وماهوش تمثيل. بس السؤال: ايه سكرك؟ سكر زيادة ولا تقيل؟ لو جينا مثلا الناحية دي الحياة الريفية. الست بتجيب الأكلة اللي بيحبها الفلاح اللي هو جوه الحقل وفي الغيط وتعبان، وبتصالحه كمان لو زعلان منها، فجايبه له حلة محشي. بتقول له ايه؟ جايالك وبحلة محشي، أكلة جميلة وما بترجعش، والحلة سخنة على راسي، زعلك مني ده ما ينفعش. دي الحياة. لو جينا مثلا للقمح، اللي بتحمل هم القمح مش واحدة عادية، دي فلاحة وعارفة يعني ايه القمح. فبتقول له: القمح ده قمحنا، يا رب كمل فرحنا، والمصر راح يجني كتير، مصر اللي عايشة في قلبنا. لو جينا بعد كده للحياة، أولا ما بيحملوش هم للمية في الريف. تقطع ما تقطعش المواسير العداد، لا، في طرمبة. الطرمبة دي احنا اتربينا عليها من صغرنا. فلما حتى الطفل هو عارف هيشرب ازاي، فبيروح للطرمبة من غير بابا ومن غير ماما اللي بتاعتنا دي، عادي لا مؤاخذة، يعني بلغته هو عارف هو رايح فين وهيشرب ازاي، وابوه وامه عارفين ان هو هيشرب، مفيش اي مشاكل. فبيعمل ايه؟ بيمسك الطرمبة ويشغلها. فبيقول ايه؟ هو بيقول ايه؟ الطرمبة دي بتاعتنا، شربنا منها جوه بيتنا، وبتحمينا وبتهنينا
تروينا وتروي حكايتنا. ده جزء من الحدوته، اما الحدوته كبيره جدا. الأستاذة جيهان لفت بينا تراث كامل عن الحياة القروية وعن الريف، وإزاي البنت الصغيرة بتحضن البطة بتاعتها وبتقول إيه؟ الأولاد وهم بيلعبوا في البرواز، برواز أبوه وأمه عارفين إن هم مش هيتجرحوا من الإزاز، فبيبقى البرواز من غير إزاز. زي مثلا أنا يعني لقيت نفسي بكتب لوحدي، إحنا الثلاثة لطاف وعزاز داخلين نلعب في البرواز، لو حافين ما يهمش أبدا، والبرواز ده ملوش إزاز. أنا مش هقدر يعني أوصف. طب نيجي مثلا دي مثلا اللوحة دي هنا بيقول من صغري بلعب بالطوق، اضرب فيه يضحك وبروق وانا حافي وبيجري معايا، فيه بينا عشره معزوق. هي دي الحياه. لو جينا هنا مثلا احنا مش عايزين بقى يعني بلاي ستيشن والكلام ده كله، لا احنا لعبنا على قدنا واحنا اللي بنعملها بايدينا. فبقول مش هشتري العاب بفلوس ولا صاحبي هقول له يا منحوس، العابنا عاملاها ايدينا وبنضحك على الفقر ندوس. انا عايز اقول كلام كتير، بشكرها الدكتوره جيهان، وبشكر كمان التلفزيون انه اهتم اهتمامه الاعلامي الكبير، وبشكر الاستاذه المخرجه والمذيعه والمصور، وبشكر كمان الدكتور مجدي صابر لانه اتاح لنا الفرصه انه نستضيف ونحضن التراث الجميل ده. وبعدين ما انساش ان الاستاذه جيهان مش تستحق الجائزه الاولى بكاس العالم في مهرجان او في على 17 دوله في التصفيات، لكن انا بقول هي لابد واناشد رئيس الجمهوريه من هذا المكان ان لابد ان يهتم بها رئيس الجمهوريه ويكرمها تكريم خاص لانها رفعت راس مصر عاليا في المحفل الدولي للفنون التشكيليه. وشكرا. الشخصية الجميلة الرقيقة وكيلة أول وزارة الثقافة دكتورة فيروز اللي طبعا شرفتني بافتتاح ومشاركة في افتتاح الحدوتة المصرية. قد إيه إنسانة جميلة قوي ورقيقة قوي ومتواضعة قوي وبجد فنانة. عايزة أقول لها شكرا. تحية خالصة من القلب من الإعلام المصري كله لأستاذتنا الفاضلة الأستاذة الدكتورة فيروز فؤاد على وجودها معانا والكلمتين الطيبين اللي قالتهم في حق الفنانة المبدعة جيهان ربيع. حتى الصورة بتتكلم وبتشكرها وبتديها كوباية شاي في الخمسينة. جزيل الشكر والامتنان لدكتور حيدر طارق الجمهوري الوزير المفوض
طيبة جدا، وقد إيه كان داعم وكان مساند ليا، وكان ليه دور عظيم في استكمال الحدوتة المصرية. هو اللي اختار معايا على فكرة اللوحة اللي أخدت فيها المركز الأول في كأس العالم للمبدعين العرب، اللي هي أساس الحدوتة المصرية. شكرا سيادة الوزير ودكتور عبد الكريم الفرازي. الحقيقة رغم إن هما الاثنين غير مصريين، بس بجد كل واحد فيهم كان ليه أب وأخ وداعم وأستاذ وناصح. شكرا جزيلا ليكم. كل الشكر والتقدير لأستاذنا سيادة الوزير حيدر ودعمه للقصيدة المصرية والحدوتة المصرية بنغمتها، واختياره لمسابقة كأس العالم للوحة المبدعة للمبدعين العرب، اللي بتمثل المبدعين العرب، اختياره ليها. احنا بنشكره باسم التلفزيون المصري وباسم الاعلام المصري، وبنشكره على حضوره الطيب وروحه الفنانه الجميله اللي احتوت الفنانه جيهان ربيع بفنها وتكريمه وترشيحه للصوره انها تخش الجائزه، وفعلا حصلت على الجائزه الاولى. تحيه خالصه له بسياده الوزير المفوض بجامعه الدول العربيه. جزيل الشكر والامتنان للاستاذ الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصريه اللي احتوى الحدوته المصريه، واستاذه دكتوره هبه مراد والاستاذه هيام، شخصيات متعاونه جميله رقيقه. قد ايه قدروا بجداره هم يكملوا معايا الحدوته المصريه. الشكر والامتنان للاستاذ مجدي صابر والاستاذه هبه مراد وكل القائمين على القاعه. كل الشكر والتقدير باسم الاعلام المصري ليهم لاحتوائهم الحدوته المصريه مع الفنانه جيهان ربيع. من اكثر الشخصيات التعامليه للحدوته المصريه كان دكتور محمد عبد الناصر، مدير عام الاداره العامه للتعليم الصحي. برضه بقول شكرا جدا. طبعا نشكر استاذنا وباسم الاعلام المصري كله واستاذنا ودكتورنا الدكتور محمد عبد الناصر بتشريفه لينا، خصوصا جدا الفنانه الجميله المبدعه جيهان ربيع. كل التحيه خالص التحيه. كاد المعلم ان يكون رسولا. إنها حفيدة الفراعنة التي استطاعت أن تترجم للعالم أعمق معنى للحدوتة المصرية.